تخيل راسك راكب في طيارة عملاقة وسط 239 شخص، كتطل من الشرجم وكتشوف غير الظلام والمحيط الهندي. حتى لهنا كلشي مزيان، ولكن في لحظة وحدة الطيارة كتولي بحال شي شبح. لا رادار شافها، لا قمر صناعي رصدها، ولا حتى نداء استغاثة تخرج منها. تخيلوا معايا، داز 12 عام والعالم باقي كيسول نفس السؤال: كيفاش هاد الطيارة بوزن 250 طن تقدر تختفي من السماء بلا حتى اثر؟ واش طاحت او لا اختطفات، ولا كاين شي حاجة وقعات ماشي تليه؟ والحقيقة ما غاديش تعجب بزاف الناس، ولكن الا بغيت تعرفها تبع معايا حتى الاخر قصة. 8 مارس 2014، الساعة كتشير 12:21 دقيقة الليل، فوق مدرج مطار كوالالمبور الدولي كانت واقفة طائرة بوينغ 777 MH370، وحدة من أأمن الطائرات في العالم، وكانت متجهة لبكين اللي كاينة في الصين. هاد الطيارة كتهز 227 راكب زايدين عليهم 18 من طاقم الطائرة. في المجموع غادي يكون هو 239 شخص من 14 جنسية مختلفة، والأغلبية ديال هاد الركاب كانوا صينيين اللي منهم 153 شخص، والشيء الاخر اللي من فرنسا، امريكا والهند وغير ذلك. والقبطان ديال الطياره سميتو زاهري احمد شاه، وجنبه مساعد ديالو سميتو فريق عبد الحميد. زاهري كانت عنده خبره 18000 ساعه ديال الطيران، اما عبد الحميد كانت عنده خبره 2813 ساعه ديال الطيران. المهم الطياره قلعات في السماء والجو كان صافي وعادي، يعني كلشي كان كيبان مزيان، لدرجة أن المضيفات بداو كيوزعوا الوجبات الخفيفة، والركاب بداو كيوجدوا راسهم باش أنهم ينسوا. الساعة دابا هي 1:19 دقيقة الليل. الطيارة غادا بسلام فوق البحر الصيني الجنوبي، وقربات تخرج من المجال الجوي د ماليزيا وتدخل الفيتنام. المركز التحكم في ماليزيا أعطى النداء الأخير: تصبحون على خير. القبطان جاوبهم: تصبحوا على خير. والصدمة أنه كانت آخر مرة غيتسمع فيها هذا النداء ديال القبطان طائر. فاتت 2 دقائق دابا مورا هاد الكلمه، ووقعت واحد الحاجه اللي غادي تقلب الموازين الطياره كامله. فجاه بلا سابق انذار طفى جهاز ترانسبوندر. هاد الجهاز هو اللي كيعلم الرادارات بالمكان الطياره وهويتها. الطياره اختفت من الشاشات المراقبه المدنيه في دقه واحده. واش طفاها القبطان بيدو، ولا شي حد دخل لقمره القياده وبغى يخبر الطياره؟ والمخيف هو ان الطياره ما طاحتش في ديك اللحظة. الرادارات العسكرية كشفت باللي MH370 دارت دورة حادة لليسار ورجعت دخلت المجال الجوي ماليزيا، وبدات كدير مناورات غريبة. كانت كطير فوق الحدود بين ماليزيا وتايلاند، كتمشي وتجي على خط باش ما يعرفها حتى رادار. كانت بحال شي شبح كيهرب من الضوء. وفاش طاح الصباح وما وصلتش طيارة لبكين، العالم تنزل. ماليزيا قالت في البداية باللي طيارة غير تاهت، ومن بعد قالوا باللي وقع عطب تقني خلى الطاقم يغيب على الوعي، وطياره بقات غاده بوحدها بطيار آلي حتى تسالى ليها المازوت وطاحت في المحيط الهندي. ولكن هاد الهضره ما دخلتش لعقل الخبراء. كيفاش الطياره فاقده الوعي كدير دورات حاده وكتغير ارتفاع ديالها بدقه؟ هادشي راه ما يمكنش. هنا بدات الشكوك كتحوم حول القبطان زهاري. لقاو باللي عنده جهاز محاكاة في دارو، وباللي قبل شهر من المحادثه جرب المسار كيدي الجنوب المحيط الهندي، كانت نفس المسار اللي اختفت فيه الطيار. واش القبطان قرر ينتحر ويدي معاه 238 روح؟ ولكن بلاتي القصه ما كتحبسش هنا. كاين اللي كيهضر على الاختطاف التكنولوجي. الطياره كانت هزه 20 مهندس من شركه فريسكا الامريكيه، الناس خدامين على التكنولوجيا السريه ديال التخفي عن الرادار. واش الطياره تم اختطاف ديالها عن بعد باش هاد الناس ما يوصلوش للصين؟ والاغرب من هاد الشيء كامل هو ان العائلات الركاب بقاو كيتصلوا بالهواتف ديال ولادهم لمده يومين مورا الاختفاء، والتليفونات كانت كتصوني. كيفاش تليفون طياره غارقه في 4 كيلومتر تحت الماء كيبقى يصوني؟ واش الركاب كانوا في مكان سري، ولا كاين شي حد كيتلاعب بالاقمار الصناعيه؟ وهنا في 29 يوليو
يوليو 2015. واحد السيد سميتو جوني بي كان كينقي الشاطئ في جزيرة رينيون تابعة لفرنسا المحيط الهندي. تما كلقى قطعة حديدية طولها 2 متر كانت مغطية بواحد النوع ديال القواقع البحرية. هذه القطعة كانت هي فلابيرون، وهي جزء من الجناح اللي كيتحكم في الطيارة فاش كتبغي تطلع أو لا تهبط. الخبراء الفرنسيين في المختبرات هزوا هذه القطعة وحلوها تحت المجهر، والنتيجة كانت صادمة ومرعبة. لقاو باللي الجناح ما تفرقعش بسبب الاصطدام العنيف مع الماء، بل لقاو باللي الحواف ديالو مهرسة بواحد الطريقة كتقول باللي الجناح كان ممدود. في اللحظة ما قاصتش الطيارة سطح البحر. وهنا خاصك تفهم واحد الحاجة تقنية خطيرة. فاش كتكون الطيارة غادا الطيار الآلي وتسالى ليها المازوت طيح في الماء بحال شي حجره، والجناح كيكون مجموع، ولكن باش يكون الجناح ممدود خاص ضروري يد بشريه هي اللي تحرك العتله لداخل قمره القياده. هادشي كيعني باللي اللي كان كيسوق كان في وعي كامل حتى الاخر ثانيه، وكان كيدير عمليه الهبوط الاضطراري فوق الماء. علاش كان كيدير هادشي؟ التفسير اللي كيرعب الخبراء هو ان الجاني كان باغي يحط طياره بالفن فوق الماء باش ما تفرقعش الالاف القطع الصغيره اللي غادي تبان فوق السطح. كان باغيها تغرق قطعة وحدة وتدخل في الأعماق المحيط الهندي. تما كاينين جبال تحت الماء الغارقة 6 كيلومتر، وفي هاد البلاصة مستحيل السونار يوصل لها بسهولة. وباش نزيدك، واحد المحقق مستقل سميتو بيلين جيبسون بقى كيدور في السواحل ديال أفريقيا وجمع أكثر من 20 قطعة أخرى. لقى قطعة من غطاء المحرك في مدغشقر، ولقى قطعة أخرى من المثبت الأفقي في الموزمبيق. والغريب هو أن كاع هاد القطع كتقول باللي الطيارة بقات غادة في ساعات مورا الاختفاء من الرادار. والخبير البريطاني لاري فانس اللي حقق في مئات الحوادث الطيران قال باللي الشخص ما كانش كيقود هاد الطائرة حتى نهاية الرحلة. هاد الجناح اللي لقاوه 2015 هو الدليل القاطع باللي MH370 ما كانش حادثة تقنية، بل كانت عملية الانتحار أو الاختطاف تم التنفيذ ديالها بدقة جراحية. السؤال اللي كيبقى كيدور في المجالس العسكرية حتى اليوم في 2026، إذا كان هاد الشخص قدر يحط 250 طن فوق الماء بهذا الهدوء، ففين هو الصندوق الأسود؟ وعلاش الإشارة ديالو ما التقطهاش حتى الرادار ديال الغواصة؟ واش الحقيقة كاينة في داك الجناح اللي مهرس، ولا كاينة في الصمت اللي فرضاته الدول العظمى على هذا الملف؟ العلماء حلوا القواقع اللي كانت لاصقة في داك الجناح، ولقاو باللي درجة الحرارة الماء اللي عاشت فيه كتدل على أن الطيارة غرقات في بلاصة أبرد بزاف من البلاصة اللي كانوا كيقلبوا فيها في البداية. والرقم اللي لقاوه في داك القطعة كانت هي 657 بيب. هذا هو الرقم التسلسلي اللي لقاوه في الجناح رينيون، هو اللي أكد باللي هي فعلا MH370. والسرعة ديال الطيارة فاش كانت غادا كتهبط كانت كتمشي بسرعة محسوبة وماشي سقوط حر، وهذا الشيء كيحتاج طيار محترف باش أنه يدير هذه العملية. ودابا مورا 12 عام الحقيقة باقا مدفونة في الأعماق المحيط الهندي. MH370 ما بقاتش مجرد حادثة، ولات جرح ما بغاش يبرى. واش غيجي النهار ونعرفوا شنو وقع في ديك الليلة المظلمة، ولا السر غادي يبقى مع القبطان والركاب داك القبر المائي؟ جاوبوني في الكومنتات.